السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صينية لحمة بالخضار يا بنات في الفرن، إنما إيه تحفة وروعة. زي ما تقولي قولي حاجة كده، السهلة البسيط الممتنع. هتعملي صينية لحمة، أي كمية لحمة معاكي هتنفع في الطريقة ديت. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي وتعالوا نشوف وصفتنا. أنا عندي بصل وفلفل ألوان، الكمية اللي أنت عايزاها. تمام. عندي معلقتين زيت، وعندي معلقة خل، يعني البصل والفلفل الالوان. بص انا مقطعاها اللي هي القطعه اللي هي الوسط، يعني مش الصغيره ولا الكبيره. بعد كده هنبدا نحط البهارات بتاعتي. انا عندي بهارات لحمه وعندي زنجبيل وملح، وطبعا الملح حسب الرغبه، والفلفل الاسمر. اي بهار انت بتحبي تزوديه مش هتقول لا. ورشه قرفه دي مهمه جدا في الوصفه بتاعتنا، اهم حاجه. عندي بقى حوالي 5 6 فصوص توم كده، هبدا اقطعهم شرايح زي ما انت عايزه. ممكن يبقوا مبشورين، ممكن يبقوا مبشورين، بس التقطيع كده بيبقى احلى. يعني جربيها كده وان شاء الله هتعجبك. اهم حاجه بقى قلبيهم بقى كده كويس، كمان لو تدعكيهم كده بايديكي هيبقى احسن وافضل. يعني الملح مع البهارات كده مع الفلفل بتدي نتيجه هايله لما تدعكيهم بايديكي. عندي بقى كده، عندي الحلة على النار، هنحط عليها معلقتين سمنة بلدي أو 3. هنبدأ أي كمية لحمة تنفع بالوصفة دي. عندك ربع كيلو اللحمة فاضلة من العيد اللي فات. أي كمية لحمة، ربع كيلو، نص كيلو هتنفع. جميلة جدا كمان للعزومات. حطي اللحمة بقى كده، طبعا القطعتين ليا ده مهمين جدا. ما عندكيش الليا تحطي قطعتين دهنة بحيث اللحمة تبقى دسمة شوية عشان تدينا طعم جميل كده. او يعني بقى ايه، هتفضلي بقى تقلبي فيها لغايه ما توصلي للمرحله ديت. شايفين كلها غيرت لونها وبقت ممتازه كده بالشكل ده. طبعا الخضار عندنا شايفين اهم حاجه ينزل الميه بتاعته كده. شايفين الميه اهي، نزلوا الخضار الميه بتاعته. وبعد كده اللحمه بتاعتنا اتشوحت كويس جدا مع السمنه البلدي. هننزل بالخضار عليها وهنقلبها كده. طبعا انتوا عارفين اللي هو الخضار كل ده هينزل ميه، هينزل ميه كويس جدا. انا مش هضيف خالص ميه دلوقتي. يعني انا يمكن هيبقى 3/4 السوا بتاعها، هيبقى كل شويه هنقلبها كده. بعد كده هنغطيها. بعد ما قلبتها كويس هغطيها، وبعد حوالي مثلا ربع ساعه كده بقت نار هاديه، نار هاديه جدا يا بنات. بعد كده شايفين الفلفل دبل خالص، وهغطيها برضو. يعني كل حوالي 10 دقايق كده، ربع ساعة، هبدأ أديها تقليبة وأشوف هي نشفت السائل اللي عليها قد إيه. أول ما هلاقيها نشفت بالشكل ده اهوت، انتوا شايفين يعني أنا حوالي كده عدى حوالي نص ساعة أو أكتر من نص ساعة وهي على النار. كل فترة كده زي ما قلت لكم أقلبها تقليبة علشان ما تلزقش مني. أحط هنا بقى مية سخنة، مهم جدا. أحط كوباية كبيرة كده مية سخنة وهغطيها. هسيبها بقى المرة دي لغاية ما هتستوي تماما. استوت خالص اهيت، نجربها كده، نختبرها اهيت استوت وزي الفل كده. يبقى احنا اللحمة بتاعتنا اهم حاجة انا بحب ان اسويها 100% يا بنات، مش 90% ولا حتى 75%. الصينية بتاعتي اللي احطها في الفرن بقى، احطها بقى كده فيها وهسويها بالشكل دوت. طيب بقيت التسوية بقى احطها، هتاخد حوالي نص ساعة في الفرن على الرف الاوسط على حرارة 200 يا بنات. هخليها نص ساعة كده. لا هي اصلا اللحمة تعتبر كمان مستوية يا بنات، اللحمة مستوية تمام. هي بس النص ساعة ديت، وبعد كده افتح عليها الشواية هتطلع بالجمال ده. صينية لحمة كده بالخضار عمرك ما عملتيها بالشكل ده بالطريقة ديت. احلى حاجة البساطة بتاعتها والسهولة بتاعتها، هتطلع لك بالجمال ده. الف هنا، السلام عليكم.